أرض سيناء دي أرض مصرية بقت ليها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة جدا، ودي مش مجرد أرض، دي بوابة مصر الشرقية وسر الأمان والرخاء في مصر، واللي بتقع ما بين النيل والبحر الأحمر، ما بين البحر المتوسط والخليج العربي. سيناء دايما كانت مصدر للأنظار، وكان الأعداء دايما بيحاولوا السيطرة عليها، لكن في 1967 حصلت النكسة اللي فقدنا فيها سيناء بالكامل. الحرب دي كانت كبيرة على كل الأصعدة، ومصر خسرت جزء كبير من أرضها، وده كان أكبر تحدي قدام الجيش المصري. لكن الأمل ما ماتش رغم الهزيمة اللي اتعرض ليها الجيش المصري في النكسة سنة 1967، وده كان أكبر تحدي قدام الجيش المصري. لكن الأمل ما ماتش رغم الهزيمة، كان في عزيمة وتخطيط على أعلى مستوى لاستعادة الأرض. ما ضاعش الأمل عند الجيش المصري، لأن الجيش بدأ يخطط ويعد نفسه لاستعادة الأرض دي. وكان عندنا حاجة